نفس الوقت اللي محمد بن سلمان يقيم فيها المراقص والميدل بيس، يخرج اليوم الشعب اليمني بالملايين انتصارا للقرآن، وردوا رد قوي على الامريكي اللي جعل القرآن في فم الخنزير والعياذ بالله. بالله عليك محمد بن سلمان، هذول الناس اللي سويت عليهم عاصفة حزم لمدة 8 سنوات وقتلت أطفالهم ونسائهم وقصفتهم بأكثر من 300 ألف غارة، وتروح تخلي شبابنا يدخلوا في محرقة في الحد الجنوبي ضد إخوانهم ويموت منهم عشرات الآلاف، وتدفع لأمريكا 600 مليار دولار حتى تشتري أسلحة حتى تقاتل هذول المؤمنين. ليش؟ آخ يا قلبي آخ. دفعت لأمريكا مليارات لقتال المؤمنين، والأمريكي بعد ما حلبك وأخذ فلوسك أخذ القرآن وحطه على فم خنزير. غير أن ملياراتك والتريليون اللي دفعت لأمريكا راح ياخذوه ويعطوه للكيان المحتل حتى يقتل المسلمين. خسرت دينك ودنياك وشرفك وعروبتك، وجوعت شعبك لدرجة أن الحريم صار يبيعون شاهي في الشارع. غير الشباب العاطلين اللي ما هم قادرين يتزوجوا ولا هم لاقين وظائف. كنت بوجه رسالة للشعب اليمني من شعب بلاد الحرمين، والله أنكم بعد ما وقفتوا مع غزة واليوم وقفتوا مع القرآن إننا نعتذر منكم بأشد الاعتذار، ودامكم أنتم نصرتم القرآن اليوم صدقوني الله راح ينصركم على أعدائكم. يعني ما أقول إلا الله يعينك محمد بن سلمان، قاعد تسوي مراقص وذولا يدافعون عن القرآن، أكيد إن ربي ما راح يوفقك عليهم والله، لأن العاقبة للمتقين. وقبل مني على رأس كل شخص شريف يمني نزل اليوم لنصرة القرآن.